سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس ويلقاكم هذا الفيديو كامل بصحة وعافية. جيتكم اليوم فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم يا البنات توب دو توب دو توب. كانوا وصلوني بزاف اسئله عليه، وكانوا شوفوا البنات، انا كيما الناس، كاين الناس اللي تعرفني وكاين الناس اللي ما تعرفنيش. انا مانيش متزوجه البنات، بصح كانوا وصلوني بزاف رسائل على موضوع تاع كيفاه تخلي راجلك يحبك، كيفاه تخلي راجلك يهتم بك، كيفاه بزاف اسئله من هذا النوع. جيتكم اليوم في هذا الفيديو باش نعطيكم واحد الافكار هكا البنات. شوفوا، اول حاجه البنات ما تنساونيش بجام وتعليق، متابعه للقناه وتفعيل الجرس. ما تنساوش تبارطاجيو لي الفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، هكا راح تعاونوني بزاف وتفرجوا الفيديو للاخير. بهذه الطريقه تكونوا عاونتوني. نبداو الفيديو تاعنا وموضوعنا على بركه الله. جيتكم اليوم البنات بخطه جهنميه، خطه مضمونه اللي تخلي راجلك يولي يحبك ويعشق فيك ويموت عليك وكل شيء. شوفوا، حنعطيكم 10 نقاط. 10 نقاط. نبداو البنات باول نقطه. النقطه الاولى اللي اهم نقطه يا البنات، معذره، اللي هي شوفي، الراجل هذا اول حاجه بينك وبينه ما تديريش من اولوياتك، ما تديريش شغل هو حاجه المهمه في حياتك. ما شوفي، بينك وبين روحك راهو هو الشيء المهم في حياتك، بصح انتي ما تبينيلوش. حاولي انك تفوتي يومك عادي. مثلا نقولك كنتي ضيفه، ولا مثلا كان خطيبك مازال ما كيما نقولوا حنا ما دخلتيش في فتره الخطوبه، ولا مثلا ما عيطلكش في التليفون، فوتي يومك عادي. ديري روتينك، ديري شغلك، ديري خدمتك، عادي. عيط ما عيطش الله يسهل. انت ما تعيطيش. بار اكزومبل هذاك اليوم ما عيطش هو، انت ما تجريش تعيطي تسقسي عليه. اقعدي ما تعيطيش حتى لليل، مثلا تفوت صلاة العشاء عيطي. من بعد كي تعيطي سقسي عليه، واش راك، واش حوالك، واش دير، واش ما ديرش، واش كاين، واش ما كانش، هكا حاولي. المهم بصح ما تقوليلوش مثلا اليوم ما عيطليش، ولا اليوم علاه ما عيطليش، ولا طولت الغيبه، ولا لا خليه هو بالعكس هو يقول لك هذا الشيء، ماشي انت تقولي له هذا الشيء. وشوفوا الحاجه الثانيه، راجلك في الدار، شوفي قبل ما تكوني مرته حاولي تكوني صديقته. حاولي تكوني صديقته قبل ما تكوني حبيبته، وقبل ما تكوني مرته حاولي ديما تكوني صديقته. حاولي تجذبيه بطريقه تخليه يحكي لك اسراره، حاولي تخليه واثق منك، حاولي تخليه يشوفك انتي الدنيا شغل يثيق فيك. اهم شيء حاولي تخليه يثيق فيك. ثالث نقطه البنات، شوفي، انتي مسؤوله قدام راجلك باه توصلي له باللي لازم يهتم بيك. اذا كان راجلك ما يهتمش بيك، ما تروحيش تقولي له ماكش مهتم فيا، ماكش متهلي فيا، ما درتليش هكا، ما جبتليش هكا، هذيك. شوفي، الاهتمام انت المسؤوله باه تخليه يهتم بيك، ماشي هو المسؤول، انتي. وشوفي، لازم تعرفي الاسلوب اللي توصلي له به. هاني قلت لك ماشي تروحي تقولي له انت ماكش مهتم بيا، هكا وتقعدي تنقرشي بلا فايده. وصلي له باسلوب غير مباشر، لانه شتي كي تكثري تنقريش انت ماكش لاتي بيا، وانت ماكش مهتم بيا، وانت هكا وانت هكا وانت هكا، راح يزيد يكره منك. صدقيني راح يزيد يكره منك. حاولي توصلي له بطريقة غير مباشرة تخليه يهتم بك. رابع نقطة البنات، حاولي ما تدخليش بزاف في خصوصياته. شوفوا بالك هنا تقولوا لي راكي غلطة، كيفاه الوحدة ما تدخلش في خصوصيات راجلو. انا نعطيك مثال. شوفي الجانب اللي ما تدخليش فيه، شوفي بار اكزومبل عنده بزاف ما تلاقاش مع خواتاتو،
خواتاتو مزوجين وعنده بزاف ما تلاقاهمش، وبار اكزومبل قاعد معاهم في الصالو، قاعد راجلك وخواتاتو يحكيو. ما تحاوليش تتدخلي وما تحاوليش تعرفي واش كاين، لانه بينه وبين خواتاتو ولا بينه وبين خاوتو ولا بينه وبين مو ولا بينه وبين خوالو ولا عمامو، المهم الجلسه هذيك العائليه انت طبعا فرد من افراد العائله، من بصح كاينه هكا واحد الخصوصيات هكا. نعطيكم مثال، مثلا جات اختو ضيفه، اختو هذه عندها مشكل مع راجلها، ما بغات حتى واحد يسمع، حابه تحكي لخوها، تفرغ قلبها لخوها وخوها ينصحها وكل شيء. انتي وش دخلك؟ علاه تحاولي تدخلي؟ هي جات باش تشكي لخوها، انتي ما عندك ما دخلك. يعني هنا قلت لك في النقطه هذه حاولي ما تدخليش في خصوصيات، وخاصه خصوصياته العائليه مع اقاربه. اذا كان هو طلب رايك ودخلك يعني كمحضر خير، اللهم بارك، ما طلبش رايك وما حضركش وما ما طلبش منك تحضري، يعني كشغل ما كاين والو، حاجه بينه وبين اسرار وبينه وبين خياته. قلت لكم بار اكزومبل اختو عندها مشكل، يعني هكا في هذا المجال. النقطه الخامسه البنات، حاولي راجلك هذا تكوني ذراع ليمن، حاولي تعاونيه، حاولي تنصحيه في حوايج تهم مستقبله، لانه مستقبله هو مستقبلك ومستقبل ولادك. بالك انت تقدمي له نصيحه تكون مفتاح لنجاحه. ما نعرف الدنيا هذه يا البنات، حاولي تكوني ليه سند، حاولي تكوني ذراع اليمين، يعول عليك راجل ومراه. كي يغيب، كي يكون في الدار راكي مراه، بصح كي يغيب ويخليك موراه راكي انتي الراجل وانتي المراه، انتي الام وانتي الاب. سادس حاجه البنات، ما تبينيلوش باللي ديما راكي تسناي فيه، شغلي روحك. مثلا مانيش قاعده اني نطيب، مانيش قاعده اني نغسل، ماشي كل ما يطبطب تلاقيه في الباب، معليش يوم كاينين فترات هكا وين تقلشيه وتلاقيه وكلش، بصح ماشي كل يوم طولت لبرا، كنت نستنى فيك. بالعكس خليه هو يقول لك اليوم طولت برا ولا غير توحشتك، ماشي انت اللي تقولي له طولت ما دخلتش توحشتك، ديما انت تسبقي. مره على مره انت تحاولي تخلي له الفرصه انه هو ثاني يقول لك. شوفي سابع حاجه البنات، حاولي كي تكونوا تحكيو بار اكزومبل انتي وياه تكونوا تحكيو، شوفي حاولي يكون التنويع، يكون التنويع في حديثكم، ماشي يعني ديما نفس الحكايه. حاولي تخلي انتيا تخلي التنويع في حديثكم، مرة تكوني جدية، مرة تكوني هكا كيما نقولوا حنايا موضوع هكا موضوع تاع الضحك، مرة تكوني المهم ماشي ديما جدية. شوفي نوعي المواضيع، مرة تحكي في موضوع جدي، مرة تحكيو على المصروف، ماشي ديما المصروف لانه نعرفوا الرجال اكره موضوع عندهم هو المصروف. مرة حاولي تكوني جدية، مرة حاولي تكوني رومانسية، نوعوا. مرة حكيو في الرياضة، شتيا لو كان حكيو في السياسة، حتى السياسة وحكيو فيها، المهم يكون التنويع. مثلا نهضروا في موضوع الساعة، مثلا كيما اليامات هذو رانا في فترة الاختبارات تاع الولاد، حاولوا تهضروا على الاختبارات تاع ولادكم، حاولوا تهضروا على مستقبل ولادكم. بما انه كأس العالم هضروا على المباريات، رياضة ولا نوعوا هكا كل مرة كيفاه. ثامن حاجة البنات، عفوا سمحوا لي البنات اني ندير في الفيديو بلا مونتاج، على بيهاني شويه مازال ما تعودش على لي فيديو اللي بلا مونتاج، مش كيما الفيديو اللي مسجله لايف. وليو موضوعنا البنات، شوفوا الراجل كي يكون انسان يعني محترم، انسان مثقف، تقدري تعامليه بواحد الاسلوب هكا، يعني تحكي له تشكي له ديروا، بصح هذا الرجاله يعدون على الاصابع، قلت لكم فئه قليله. اذا هذه النقطه السابعه اللي نعطيكم، حاولوا ما تكتموش على نفس الراجل، حاولوا ما تضغطوش يعني عليه، كما يقولوا في المصاروه في المصريه، ما تكتموش على النفس، يعني ما تنقرشوش، ما تبلبلوش، ما
لانه انتيا مرا في الدار، ما كاينش جدارمي، ما كاينش بوليسي تحقي ولا ضابط تحقيق ولا شرطي ولا جدارمي ولا بوليسي ولا واش نقول لك. وين كنت مع من كنت، منين جيت، وين رحت، وش كليت، ومع من كنت قاعد، وشكون هضر معاك. سمحيلي هنايا كي تكتمي على نفسه لدرجه كيما نقولوا حنا بالعاميه تاعنا خليتيها. حاولوا البنات ما تكونوش نقراشات وبالبالات، ما كاينش جدارمي، ما تخليش الراجل هذاك باللي يشوف فيك بوليسي في الدار كل ما يدخل يلقى تحقيق. لا لا، شوفي، ما تزيريش بزاف وماشي تطلقي روحك حتى ندخله. شوفي، حاولي تعرفي واش دار نهار كامل، وين راح، ومع من نقعد ومع من نهضر، ومن باسلوبك الخاص تاع خليه هو وحده يحكي لك. ايفي ابوي كنت وين رحت، مع من قعدت، مع من هكا راح يكره، راح يكره يقعد يشوف فيك جدارمي في الدار، يعود كل ما يدخل يقول لي يتسنى فيا محكمه يحققوا معايا. وما تلقيش اختي روحك خلاص خلاص حتى يلقى رايو. يعني حاولي انه دا ودواء، حاولي تكوني دواء ما تنكرشيش، وحاولي تكوني دا لتحت لتحت وتعرفي كلش. تاسع حاجة البنات، شوفي الراجل تجيبيه بالعقل، بعقلك، بتخمامك، يعني بالعقل، ماشي نقصد درجة درجة، يعني بالعقل. يعني الراجل تجيبيه بالعقل والراحة، وخاصة راحة البال، وتبعدي على التنقريش، وجيب حتى يفرغ الجيب على بالي مسؤوليته، بصح لازم تراعي ظروفه، مرة عنده مرة ما عندوش. كي يكون ما عندوش حاولي كيفاه تعاوني، كيفاه تدبري، كيفاه لانه تجيبيه بالعقل. انا قلت لكم الراجل يجيب العقل ماشي بالمشاكل، لانه اختي كي في حياه زوجيه وعندكم دار وعائله واولاد، ما كاينش في حرب اهليه ولا حرب عالميه الثالثه. راكي في حياه زوجيه، ما كاينش في حرب العالميه الثالثه باش تنوضيها بينك وبين راجلك. لازم ديما تحاولي تستخدمي عقلك. شوفي الراجل البنات، بالكم تبينوا له باللي راكم مهتمين به بزاف. انا قلتها لكم نعاودها لكم، ما تبينولوش باللي هو اهم شيء في حياتك. ما حاولوا ديما، اهتميت بيا نهتم بك، حبيتني نحبك، قيمتني نقيمك، ما حبيتنيش ما نحبكش، ما قيمتنيش ما قيمكش، ما اهتميتش بيا ما نهتمش بيك. ما انت في داخلك كي تحبيه وتموتي عليه وتعشقيه وتهتمي بيه، ما تبينيلوش الراجل، ما تبينيلوش اهتمامك. تاسع عفوا 10 حاجة البنات، الخطة العاشرة. قلت لكم في هذه البنات تاع كيما اني كتبتكم في الصورة تاع الفيديو تاع ما حبك حبيه، اهتم بك ما تهتميش به. المهم هذه واسمع، استخدمي نفس السلاح الراجل. اهتم نهتم، حبني نحب، عيط نعيط، سقسى نسقسي، عامليه بالمثل. راح يستخزى روحه ويحس وش راكي حاسه، واذا حس بكيتي هو ثاني يبكي، واذا غاضك الحال هو ثاني يقول علاه ما عيطتليش ولا ما حوستش عليا ولا ما سقساتش عليا وعلى هكا، ولا شربيه من نفس الكاس اللي شربك منه. تجاهليه مره يهبل، صدقيني الراجل كي يتجاهلوا المراه مره راح يهبل. خليه، قلت كي يجرب نفس الاحساس اللي راكي فيه، ذوقيه من نفس الكاس اللي فيه، اللي ضاق منه، اللي ذقتي منه. 10 حاجة، شوفوا البنات، شوفوا مهما كانوا، مهما يصرى بينك وبين راجلكم، مهما المشاكل، ومهما تطلعي ومهما تهبطي ومهما وش يكون، ديما بيناتكم عشرة، وبيناتكم اولاد، وبيناتكم عائلة، وربي يكمل كل عائلة، وربي يهنيكم. والله لا يتم واحد في الدنيا، الله لا يتم واحد في الدنيا، لانه يتيم الوالدين والوالدين حيين صعيب بزاف. شوفي راجلك احترميه قبل ما تحبيه، قبل الحب لازم تحترميه، لانه كما تحترميهش وتحبيه ما عندها حتى معنى. صدقيني ما عندها حتى معنى. شوفي مثلا تكوني خدامة وعندك المال، عندك الجاه، املاك، طوموبيلات، عندك ماديا يعني لاباس بيك،
الحوايج هادو حتبان تخلي راجلك يحبك وانت ما كيش تحترميه، مش راح يحبك. عندك كل شيء بصح ما يحبكش لانك ما تحترميهش. الحب ما يتشراش، الحب ما يتشراش، الحب اهتمام. حاولي راجلك هذا تسمعي له كلام حلو، كي يجي من الخدمه حاولي تطلعي له المورال، ماشي هو يجي من الخدمه وانت تبداي يصرا طيطرا كان يطلع هبط هكا هكا. حاولي تسمعي له مره على مره كلام حلو، حاولي تهلاي فيه، حاولي تقلشيه مرة على مرة، مش ديما ولكن مرة على مرة. نعرفوا العائلة الجزائرية بعد ما يجيبوا الولاد وبعد تبدل الحياة، ماشي كيما زوج ما جابوش الولاد حياتهم ماشي كيما ما جابوش الولاد كيما بعد ما جبتوا الولاد. نتوما راكم جربتوا. حاولي هكا تسمعيه كلام حلو، حاولي تطلعي فيه، جيبي له الماء يغسل رجليه، طيبي له الماكله اللي يحبها هكا مرة على مرة، ونروحوا في واحد الفيراج هكا تاع الاهتمام. لانه البنات مقبرة الحب هي الإهمال، سواء من الرجل ولا من المرأة. مقبرة الحب هي الإهمال. شوفوا ثاني أنا قلت لكم 10 حوايج، وثاني كاينة هذه حاجة. شوفوا البنات وحدة كيكون راجلها قيس حاله، ما طلبش منه طلبات اللي ما يقدرش عليها، لانه هاد الحوايج هما اللي يقتلوا الحياه بيناتكم. مثلا شيلي قندوره، شيلي صباط، شيلي بشماق، وهو يخمم واش يلبس ولادك، يعني واش يلبس ولادكم وانتي ساهله. جيب هذيك مثلا فرماج وياورت وكاشير وهذيك هو مسكين بالك او يخمم منين يجيب لك الاولويات وانت تروحي له للكماليات. حاولوا يعني تقدروا ظروف بعضاكم، يعني المراه تقدر ظروف الراجل، ويعني نفس الكلام موجه للرجال. نتوما ثاني نفس الكلام ينطبق عليكم. نتوما ثاني قدروا ظروف نساكم، قدر تكون مريضه، قدر تكون تعبانه، قدر تكون سمعت هضره وحكمتها في قلبها، قدر تكون ما على باليش. المهم بزاف حوايج. حاولوا تقدروا ظروف بعضاكم، وحاولوا تهتموا ببعضاكم، وحاولوا تحترموا بعضاكم، لانه الاحترام يجي قبل الحب. وحاولوا ما تهبلوش بعضاكم، لانه الاهمال مقبرة الحب. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى نكون افدتكم ولو القليل. وعجبكم الفيديو قولوا لي يعني بكل صراحة في التعليقات وش هو رايكم في الفيديو. نحبكم قد الدنيا، وتهلاو في رواحكم بزاف بزاف. سلام.